القتالية أسلوب أو تجمع مجموعة من تقنيات القتالية، دفاع وهجوم، بسلاح وبغير سلاح. وتاريخيا هو التدريب على البعد الروحي والأخلاقي للسيطرة على الذات وضبط النفس، وهذا المبدأ أساسي على حد سواء لتفادي القتال إذا أمكن ذلك لأجل التعامل في الحالة بطريقة مثلى ومؤثرة. فنون الدفاع عن النفس تهدف إلى التنمية الشاملة وإعطائه القوة والمرونة والطاقة والصحة. فنون القتالية في معظم الأحيان في التعبير الدارج تستخدم لوصف الخلق القتالي الآسيوي، وفنون الدفاع الأكثر شعبية في اليابان والصين وكوريا وأوروبا وأمريكا وفيتنام. ومع ذلك المدارس المماثلة للفنون القتالية موجودة في عدة مناطق وثقافات، وفنون القتال التي تعرف على نطاق واسع تشمل اليوم مجموعة واسعة من